أنا عندي نوعين من القطع الضوئية. كلمة قطعة ضوئية يعني قطعة يستخدم فيها أشعة الضوء. أنا عندي حاجة اسمها مرايا وعندي حاجة اسمها عدسات. المرايا اللي هي بالبلد بتاعتنا المراية، الضوء بيسقط عليها، وطبعا كلنا عارفين إن المراية وسط معتم، والوسط المعتم أي أنه لا يسمح بنفاذ الضوء. أمال هيعمل للضوء إيه؟ هينعكس. يبقى المرايا الضوء هيسقط وينعكس. يبقى إذا القطعة الضوئية اللي اسمها المرايا دي تعتمد على إيه؟ تعتمد على الانعكاس. طيب في قطعة تانية شفافة اللي هي العدسات، اللي بيستخدموها في الميكروسكوب وبيستخدموها في التلسكوب ونستخدموها في النظارات والعدسات. النظارات الطبية ديت حتى الشمسية برضو ساعات بعضها في عدسات، تمام؟ وبرضه في العدسات او اللينسز، تمام؟ يبقى احنا كده دي عبارة عن اوساط شفاف، الضوء بيسقط ثم ينفذ ثم ينكسر، يبقى بيعتمد على الانكسار. الانعكاس، نصغر بس شاشتنا شوية. الانعكاس هو ارتداد. يعني ايه يا مستر كلمة ارتداد؟ هي رجوع. ارتداد مين؟ الضوء او الاشعة الضوئية هترتد فين؟ الى نفس الوسط، المكان اللي جاية منه بيسموه وسط. امتى؟ عندما تقابل سطحا عاكسا. ما تيجي تمثلها لي يا مستر برسمة، ادي الرسمة. احنا اتفقنا ان انا عندي المرآة سطح عاكس، وطالما سطح عاكس يبقى وسط ايه؟ ايه؟ معتم وشفاف؟ معتم. سمعتك. هنيجي عاملين هنا شرط 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 شرط. طب الشرط على الرسمه دي تمثل ايه؟ تمثل ظهر المرآة او السطح الغير لامع. خلاص؟ المرايه لها سطحين، سطح امامي بيسموه سطح عاكس اللي هو بيسموه مصقول او لامع، وسطح خارجي اللي هو سطح غير عاكس اللي بيسموه خلف المرآة او غير مصقول، فاحنا بنمثله بالشرط. طيب ادي الشعاع الضوئي الساقط، عرفت ازاي؟ السهم رايح اهو، صح؟ جاي منين؟ جاي من المكان ده، او ده بنسموه الوسط، تمام؟ هيحصل له ايه؟ هيقابل السطح العاكس، صح؟ زي المرايه، صح؟ هيحصل له ايه؟ هيرجع للمكان اللي كان جاي منه او الوسط اللي كان جاي منه. كلمه يرجع بقى اسمها ايه؟ ارتداد. يبقى انعكاس الضوء هو ارتداد الضوء او الاشعه الضوئيه يا صديقي هترتد مين؟ الى نفس الوسط، المكان اللي كانت جايه منه. امتى الكلام ده؟ عندما تقابل سطحا عاكس. يبقى اذا وانا بدرس المرايا لازم أن اكون عارف جدا جدا ان المرايا بتعتمد على الانعكاس. طب العدسات بتعتمد على ايه؟ انكسار. طب ما تيجي افكرك يعني ايه انكسار؟ يلا بينا يا صديقي. انكسار الضوء هو تغير، يعني كان ماشي حاجه بخط وبعد كده اتغير مسار الضوء عند انتقاله من وسط شفاف الى وسط شفاف اخر، وليكن هذا الكوب في ماء، واحنا عارفين ان الماء وسط شفاف والنص الفوقاني هنا ايه؟ هواء، وكلنا برضو عارفين ان وسط هواء وسط شفاف. هنعمل ايه؟ تعال نشوف. ادي شعاع ضوئي ساقط، خلاص؟ تمام. سقط منين؟ من الهواء، وسط شفاف. هيعدي الهواء يخش على مين؟ او ينتقل لمين؟ الى الماء، وسط شفاف اخر. هيحصل له ايه؟ هيغير مساره. كلمة يغير مسار، هو كان المفترض يمشي كده، صح؟ بس حصل له هنا عملية ايه؟ انكسار. يبقى الضوء نفذ بس انكسر. والعدسات تعتمد على ظاهرة الانكسار.